السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار مهم جدا 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 ولفت نظري لو حقيقي. بس أنا شايف كل المواقع بتتكلم أو كل المواقع منزلة القرار ده. قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة فنية. ويمكن الكلام ده أنا شايف إنه في مصلحة الكرة المصرية، خاصة ان الاسماء اللي اختارها الاتحاد برئاسة الكابتن حسن شحاتة اسماء رنانة في الكورة وليها تاريخ. يمكن انا بصيت لخبراتهم في مجال الكورة كتدريب بس. يجي كل واحد، كابتن حسن شحاتة 40 سنة وكابتن علي ابو جريشة 40 سنة. نقولهم الاول: كابتن حسن شحاتة، كابتن علي ابو جريشة، كابتن محمد عمر، كابتن حسن فريد، كابتن محسن صالح، كابتن حلمي طولان، كابتن احمد حسن العميد، كابتن عبد الظاهر السقا. طبعا اسماء ليها باع في المجال. وطبعا يعني فيهم يجي 4 5 نقول عليهم خبراء بالنسبة للكرة المصرية بحكم خبراتهم وسنهم. وطبعا كابتن حسن شحاتة منتخب مصر، المدرب التاريخي لمنتخب مصر 3 افريقيا 2006 و2008 و2010 متتالية. كابتن علي ابو جريشة تاريخ كبير. كابتن محمد عمر اتحاد اسكندري تاريخ كبير، مدرب كبير. كابتن حسن فريد الترسانة. كابتن محسن صالح تاريخ كبير برضو، النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر والعديد من الانديه. كابتن حلمي طولان برضو تاريخ كبير ومدرب محترم وحاجه حلوه يعني. وعليهم 2 شباب او بالنسبه لهم شباب، كابتن احمد حسن وكابتن عبد الظاهر السقا. فنتمنى منهم، انا عشمي في ربنا ثم ال8 اسماء دول، انهم يغيروا في منظومه الكوره في كل حاجه. وانا شايف ان يا ريت يا كباتن تبداوا لنا بالقاعده، تبداوا لنا بالناشئين وبالاكاديميات وبالبوظه وبالاستثمار. اتمنى وانا عارف باذن الله ان الناس دي، ال8 اسماء دول كلنا ثقه فيهم انهم هيشتغلوا للصالح العام للكره المصريه. باذن الله احنا منتظرين منكم يا كباتن، منتظرين منكم الكثير لصالح الكره، وانكم تعدلوا الكره. وانا عارف ان كلكم، مش هقول اغلبيكم، كلكم هتشتغلوا للصالح العام للكره المصريه. وباذن الله مفيش اختلافات وتتفقوا على كل حاجه. لان الناس دي كلها بصراحه يعني غير تاريخهم، كلهم ناس محترمه بما يرضي الله، كلهم اسماء محترمه، اسماء تاريخهم مشرف كاخلاقيا وفي التدريب وفي كل حاجه بصراحه. الاسماء اللي احنا قلناها دي، فنتمنى التوفيق ان شاء الله. وباذن الله نشوف الكره المصريه في الطريق الصحيح على ايديهم باذن الله. السلام.